لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في طائرة خاصة الساعة 5 مساء هتنزل في طنجة. انبهار وصدمة الإعلام المصري بعد الاستقبال العالمي لبعثة الأهلي في المملكة المغربية للمشاركة في كأس العالم للأندية، وفرحتهم الشديدة بكرم ضيافة الشعب المغربي. بس بما إن وصل لك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل. يحبوا الجزائر هادو، نقول لهم ان شاء الله تفيقوا بلي شكون اللي راهو يبوسي هاد الحوايج. بالفيديو شاهد جنون وصدمة الإعلام الجزائري بعد الاستقبال الأسطوري للمنتخبات المشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب والحافلات المتطورة التي جننت العالم. شاهد ماذا قال. هذا الاستقبال الأسطوري والعظيم للمنتخبات المشاركة في كأس العالم للأندية المنظم هذا العام بالمغرب العالم، وأصبح حديث العالم حيث تكلفت حافلات راقية ومتطورة مميزات عالمية بنقل المنتخبات المشاركة في هذه البطولة، وتم استقبالهم بطريقة عصرية أدهشت العالم، عكس شان الجزائر الذي تكلفت فيه الجزائر بنقل المنتخبات المشاركة في بطولة الشان عبر حافلة سجون قديمة، وعاملوا اللاعبين كالحيوانات واعتدوا عليهم بالضرب. وقد جن جنون الإعلام الجزائري بعد هذه الواقعة وقالوا للأسف انظروا للمغرب والاستقبال الرائع الذي استقبل به المنتخبات المشاركة في بطولته، والحافلات المتطورة والذكية التي استقبلت المنتخبات، وحسن الضيافة الذي لاقوه من طرف الشعب المغربي. ونحن تعرضنا لفضيحة كبرى خلال تنظيم الشان، فبلدنا لا يصلح لتنظيم بطولات، ولا أظن أنه قد يفكر أي منتخب بالحضور مجددا لبطولاتنا مستقبلا بعد هذه الفضيحة. نحن الحقد والحسد يغمر قلوب مسؤولين اتجاه المغرب الذي رفضوا فتح حتى خط جوي له، ولهذا الله يعاقبنا والمغرب يتقدم ويزدهر وينجح في كل شيء عكس الجزائر. حقا لنا الله في هذا البلد. وفي النهاية إذا كنت مغربي حر وتفتخر بمغربيتك ووطنك فاضغط اعجاب للفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.